السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم صينية بطاطس هتعجبكم قوي. زي ما انتوا شايفين كده معانا الوراك مغسولة ومتنضفة، وكمان مصفيينها. وكمان معانا بصلتين، ومعانا كمان قرن فلفل حامي على رومي، ومعانا كمان بطاطس متقطعة زي ما انتوا شايفين كده. تقدري تقطعي البطاطس بالطريقة اللي انت حباها. يلا معانا على البوتاجاز بقى نعمل احلى صينيه بطاطس. معايا صينيه هنا كده احط فيها معلقه سمنه كبيره، وتقدري تحطي شويه زيت ذره برضو. آه، دي سمنه بلدي على سمنه خليط يعني. احط كمان البطاطس بعد السمنه سخنت كويس. بنزل بقى بكميه البطاطس كلها زي ما انتوا شايفين كده، عشان تاخد من طعم السمنه وتتشوح معاها. هنزل بكمية البطاطس كلها، هبدأ اقلبها كده شوية، وبعد كده هنزل بالبصل. تقدري تزودي البصل، في ناس بتحب البصل كتير، تقدري تزودي اكتر من كده طبعا. كمان هنزل بالفلفل، تقدري تستغني عن الفلفل الحامي لو انت مش حباه. لو انت حباه بيدي الصراحة طعم حلو قوي في صينية البطاطس. طبعا البصل مع البطاطس والفلفل كلهم كده بقعد اشوحهم. وبعد كده بنزل بقى بالتوابل بتاعتي، اللي هي عبارة عن ملح وفلفل، او زي ما انتوا شايفين. نص معلقة فلفل، ونص معلقة 7 بهارات، ومعلقة صغيرة ملح عشان اتبل الخضار بتاعي قبل ما احط الفراخ. كده بحط البهارات زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى هنزل بالوراك بتاعتي او الفراخ. تقدري تعمليها بالفراخ، بالوراك، باللحمة، بالكفتة. صينية البطاطس دي الصراحة يعني تقدري تعمليها بكذا حاجة، يعني بأي نوع من أنواع البروتين اللي انت حباه. في ناس كمان بتعملها مع السمك، بتبقى جميلة على فكرة، زي ما انت حابة يعني. انا طبعا الوراك او الفراخ بحب اديها تتبيلة كده بالفلفل الاسمر والملح، يعني تتبيلة خفيفة كده من البهارات، عشان يبقى ليها طعم غير صينية البطاطس. والصراحة انا بحب اسويها مع صينية البطاطس لانها بتنزل طعم الفراخ والسمونية بتاعة الفراخ بتنزل على البطاطس، بتديها طعم حلو جدا، بتطعمها قوي. كمان بحط معلقة سمنة بس تكون صغيرة، ما تكونش كتيرة، لان كده كده الفراخ هتنزل دهون بتاعتها. وزي ما انتوا شايفين كده بروح نازلة بقى بعصير الطماطم على الصينية كلها، او زي ما انتوا شايفين. وبسيبها طبعا على النار، بغطي عليها باي غطا كبير، وبسيبها على النار ان هي تغلي وتستوي مع بعضها كده قبل طبعا ما ادخلها الفرن. خلاص كده انا ضفت الصلصه كلها. طبعا الطماطم بتاعتي عشان حمرا يعني ما شاء الله، فما ضفتش صلصه الصراحه، انما لما بتكون محتاجه صلصه بضيف لها. بعد كده بغطيها، زي ما انتوا شايفين كده عدى عليها 10 دقايق. خلاص يعتبر هي دخلت، يعني بدأت تدخل في السوا. تمام. وبعد كده بقى بدخلها الفرن. وهنا على العين التانية بعمل الرز بشعرية طبعا جنب صينية البطاطس، بيبقى جميل جدا. طبعا بحط طبعا معلقة سمنة كبيرة، وبنزل بالشعرية، واحنا بنحب الشعرية كتير الصراحة، فبنزل بالشعرية. وبعد كده بكون غاسلة الرز ومحضراه، بقلب فيها طبعا لحد ما تاخد لون، وبعد كده بنزل بالرز عليها.
كل ما الشعرية تبقى كتيرة كل ما بتدي الرز طعم احلى. طبعا تقليب المستمر طبعا في الشعرية عشان طبعا ما تتحرقش، فانها في ثواني بتاخد اللون على طول، ايدي فيها على طول لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. وبعد كده ببدأ انزل طبعا بالرز. كده خلاص قربت تتحمر معايا، وبعد كده بنزل بالرز زي ما انتوا شايفين مغسول ونضيف. تمام. وبعد كده بضيف له طبعا الملح الكمية اللي انت عايزاها، وبعد كده بروح حاطه طبعا القعد بتاعه اللي هي المية، وبغطي عليه وبسيبه لحد ما يستوي. طبعا وطبعا على الناحية التانية زي ما قلت لكم صينية البطاطس. هنا بس بقلب الرز الاول، طبعا بضل طبعا الشعرية بقلبها مع الرز كويس جدا عشان بتبقى لازقة تحت طبعا مكان تحميرها في السمنة. بقلبها كويس جدا قبل ما احط القعد بتاع الرز. بعد كده بنزل بقى بالقعد طبعا اللي هي المية. تمام. او زي ما انتوا شايفين كده الشعرية طبعا اكتر زي ما انا قلت لكم، تبقى طبعا بتدي طعم حلو قوي للرز لما بتكون هي اكتر من الرز. هنا بقى صينية البطاطس بتاعتي خلاص خلصت. خلاص انا كده هدخلها الفرن. كده خلاص اتأكدت ان هي استوت. وبعد كده بروح مدخلها الفرن يا دوبك كده تاخد لون وتشمع وتاخد ريحة الفرن. وبزودها كمان كوباية مية كده عشان ما تنشفش مني في الفرن. اهو زي ما انتوا شايفين. هدخلها بقى الفرن واما تطلع هوريها لكم. وهنا بقى تكون صينيه البطاطس بتاعتي طلعت. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.